أهلا ومرحبا بيك برج السرطان في القراءة العامة لشهر يوليو 2025. أشبك طاقتك بطاقتي يا برج السرطان واكتب لي في الكومنتات استقبل. يا برج السرطان، في خيانة قديمة هتتقلب على صاحبها والكون كله بيكرمك أخيرا. أخيرا بعد طول صبر وطول شقاء يا برج السرطان. في كمان حد باعك وهو بيضحك، هيجيلك تاني وهو مكسور في شهر يوليو يا برج السرطان. في طاقة عودة قوية جدا من شخص بيلف حوالين نفسه دلوقتي يا برج السرطان. بس السؤال دلوقتي، هل فعلا انت لسه واقف مكانك ولا سبقت الزمن بمراحل؟ يا ترى لما يرجع يعني هيلاقيك عامل ازاي؟ كل سنة وانتم طيبين يا برج السرطان، عشان ده شهر عيد ميلادكم. اسعد الاوقات يا رب تقضوها، ويا رب كل اللي عيد ميلاده السنة دي، الشهر ده سوري، يكون آه، كل السنين والشهور جميلة جميلة. ويا رب كل اللي زعلك يا برج السرطان في الأيام اللي فاتت الدنيا كلها تزعله يا سرطان يا حبيب قلبي. الحدس يا برج السرطان في الشهر ده بيكون هو البوصلة بتاعتك، اتبع حدسك علشان تقدر تلاقي طريقك صح. يلا بينا نشوف الطاقة العامة لشهر يوليو 2025 يا شباب. شهر يوليو بيكون فيه حيرة ما بين اختيارات كتير، وفي تفكير قوي جدا 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 في حاجة عايز تاخد فيها قرار حاسم. التفكير ده بيتقل عليك يا برج السرطان، وبيخليك تفكر أكتر بالإيجابية على أواخر الشهر. من بعد يوم 20 إن شاء الله بتبدأ كل وجهة نظرك تتغير. في ناس حواليك بتسقط فيها أقنعة، وبتعرف حقائق حاجات كتير وبتاخد خطوات في ناحية حاجات كبيرة. وبيكون في احتفال بعودة مؤقتة أو ظهور حد راجع لك يا برج السرطان. بيكون في احتفال وأوقات جميلة بتعيشها إن شاء الله. دي الطاقة العامة بتاعة الشهر. يلا بينا نشوف الملائكة بيقولوا لك إيه في شهر يوليو 2025. برج السرطان حبايب قلبي وحشتوني. بيقول لك نفس الكارت اللي دايما يطلع لك يا برج السرطان. حاول انك انت ما تتعشمش في الناس عشان العشم بيولد خيبة الامل للاسف. وبيقول لك كمان استمتع استمتع بأوقاتك علشان عندك أوقات كتيرة جميلة وعندك فرص لأوقات حلوة بتعيشها. حاول إنك أنت تنتهزها وما تقفلش على نفسك وتعيش الأوقات دي مع أصحابك وتستمتع بوقتك يا برج السرطان. يلا بينا يا شباب نشوف طاقة المال والأرزاق في شهر يوليو 2025 إيه؟ طاقة المال والأرزاق، بتاخد قرار حاسم بإنك أنت تبدأ مشروع أو تحسم أمرك في أمر عمل أو شغل، يا إما عايز تسيبه يا إما عايز تبدأ مشروع جديد أو تنطلق في رحلة من رحلة مادية جديدة بتتعلق بالمال والأرزاق. في تصفية علاقات كمان في الشهر ده، وفي نهاية الشهر ده بيكون يعني بتنهي كل العلاقات الهشة اللي كانت حواليك. لو حد حاسس ان هو بيحبك نص نص، بيتودد لك عشان مصلحة، بيعرفك عشان غاية ما، بتكتشف كل الأقنعة وبتسقط. وفي شهر يوليو بتاخد قرارات حاسمة انك انت تبعد عن كل حد أذاك او عن اي حد ليه غرض منك، استغلال او تقرب لهدف ما. يلا بينا نشوف الطاقة العاطفية لبرج السرطان في شهر يوليو 2025. في غموض ناحية حد أو علاقة أنت موجود فيها دلوقتي يا برج السرطان، وبتحاول إنك أنت تلاقي لها حل. في تفكير كتير وفي انتظار، أنت في طاقة انتظار، حاسس بظلم كبير. أوقات بتقعد لوحدك وبتبكي، وأوقات بتقرر إنك أنت بتاخد قرار حاسم بإنك أنت تنهي كل العلاقات اللي تعبتك وكل العلاقات اللي وجعت قلبك في الماضي يا برج السرطان. لأن في الشهر ده بتنهال عليك كل الحاجات اللي فاتت قبل كده، والتفكير بيزيد عليك في شهر يوليو 2025. وبتحس انك انت اتفتحت عندك اخيرا العين الثالثه، وبتحاسب نفسك على قرارات خدتها قبل كده. لكن الحمد لله، بتقول الحمد لله رب ضارة نافعة. ما تسمحش لمشاعرك انها تضللك يا برج السرطان في شهر يوليو. واوعى انك انت تنسى انك محبوب. حتى لو الناس نسيت ده، السما ما بتنساش. في خيانة قديمة بتتقلب على صاحبها وتكون أخيرا بيكرمك يا برج السرطان. يلا بينا نشوف يا شباب
رسالة من حد تحطه في بالك، يلا بينا. بيقول لك إن هو الخطأ ما كانش خطأ، ولكن جاب اللوم عليه. وبيقول لك إنك أنت بتكلمه عن طريق الموسيقى، يعني كل ما بيسمع الأغاني اللي كنتوا بتسمعوها سوا بيفتكرك يا برج السرطان، وبيفكر فيك تاني وتالت. وبيقول لك إن انتوا كنتوا ساعة الوقت ده كنتوا صغيرين، لو اتعاد الوقت بيكوا تاني أكيد حاجات كتير كانت هتتغير. وبيقول لك إن هو محتاج فترة علشان يستشفى، وبيقول لك إن الوقت هيعالج كل شيء. شكرا يا برج السرطان، ونورتوني حبايب قلبي، شكرا.